هاي كيفكم؟ الليلة جيتكم بحلقة جديدة نتعلم فيها طريقة وضع الآي شادو للبنات اللي خالص ما بيعرفوا يحطوا آي شادو. بالنسبة لهم الموضوع حيرة. دي أول خطوة في تعليم كيف ناخد آي شادو. معي أنا وفاء سليم في سلسلة ميك اب في دقيقة. كل اللي حنحتاجه فرشة دمج آي شادو بالشكل ده، وفرشة لوضع الآي شادو بالشكل ده، وأي لون آي شادو انتي حابة. الليلة حنستعمل لون واحد. اخترت لون بني فاتح من رينج ذا الارم من جاكلين هيل. حبدأ بفرشة وضع الاي شادو بالشكل ده. حضغط على الاي شادو. طبعا بعد ما وزعت برايمر في العين عشان اصلا يلقط او يثبت لون الاي شادو، يعني ما ينفع من غير برايمر. حملة كل الجفن المتحرك. بنفتح بنشوف احنا وصلنا الجفن الثابت ولا لا. بمجرد ما وصلنا الجفن الثابت هناخد فرشة الدمج ونتحرك بشكل خفيف بدون ما نضغط على الجفن، بعكس الفرشة الأولى. الفرشة الأولى لازم نضغط. نفس الحكاية حنكررها في العين التانية. كده أكون خلصتها وكملت اللوك برموش بس في الكورنر، ودي أسهل طريقة ممكن تتعلمي بيها آي شادو، بس لازم تطبقي. هاي كيفكم؟ بإيدي ولا ساي؟ ساي. طب أوكي. هاي كيفكم؟ باردة؟ لا لا